هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اللي ما يعرفنيش اول مره يشوفني، انا لين ايهاب ميك اب ارتست. النهارده هنعمل مع بعض طريقه تركيب الرموش الدايمه، او بمعنى اصح المؤقته، اللي هي بتقعد من 10 ل 15 يوم يكون شكل رموشك بالشكل ده كده. فتعالوا نشوف هنركب ازاي اللاشز هير باي هير مع بعضينا. let's go. اوكي، دي اللاشز بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، الهير باي هير. سو ليتس جو. بصوا بقى، بصراحه اللاشز دي معايا منها نوعين. في دي من ماك زي ما انتوا شايفينها كده، هي طويله وخفيفه شويه، يعني اقدر احط منها في النهايه تديني يعني سحبه العين من هنا، عكس مثلا لالا بروفيشنال اكستنشن دي. انا طبعا كنت مستخدماها قبل كده، فدي هنلاقيها كثيفة شوية، فدي نقدر نزود بيها هنا، او برضو نقدر عادي نحطها برضو من طرف العين. فهنعمل ميكس شوية بين دي ودي. let's go. اوكي، الجلو بتاعي من لانيل زي ما انتوا شايفين شكله كده، ده بروفيشنال جلو حرفيا، يعني كل ميك اب ارتست بتستخدمه جدا لانه ثابت جدا. في تركيب اللاشز هتلاقوه ثابت جدا، ما الرموش استحالة ان هي تقع منه. فده بالنسبة للرموش كمان اللي هي بتبقى ستيب واحدة، لكن برضو الهير باي هير هي كده كده بتقعد من اسبوع ل10 ايام بالكتير قوي. ف يعني لزق محترم زي ما بيقولوا. اوكي، انا هحط على علبة مثلا يعني واحدة فيهم نقطة كده زي ما انتوا شايفين اهي، طبعا انا هرياها نقط. anyway، وهبتدي بقى هنشوف هنعمل ازاي الطريقة. بس طبعا الادوات المطلوبة هي مراية صغنونة وملقاط عشان امسك بيه اللاشز بتاعتي. بصوا كده زي ما انتوا شايفين انا ماسكة اللاشز من هنا كده، وببتدي احط الطرف بتاعها في الجلو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده اهو، في الجلو كده، يعني ولا كتير قوي ولا قليل، نفخة بسيطة جدا. ابتدي اعمل زوم برضه عشان تاخدوا بالكم مني. وانا عيني حمرا ولا ايه؟ ده لسه ما حطيتش لاشز في عيني. اوكي اهو بصوا. اوكي، نجيب لاشز تانية اهو. انا عن نفسي بحب اعملها طبيعيه، تبان كاني عامله مسكره، او يعني تبان رموشي تقيله شويه لكن ما تبانش اوفر. في ناس بلاقيه عامله مقشات حرفيا، يعني هي طبعا يعني على حسب كل واحد وذوقه، وطبعا وجهات نظر وكل حاجه، بس انا بعمل حاجه تليق على وشي كده يعني، واقدر انزل بيها واتعامل بيها عادي. فانا بحب اعملها سيمبل. طبعا لسه ما خلصتش. اوكي، واللي انا مركباها دي كمان قصيره، هي كثيفه شويه بس قصيره، فانا ممكن ازود بيها بالتانية اللي هي على طول شويه. فعادي جدا، احنا قلنا هنعمل ميكس بين الاتنين اصلا. برضه شايفين الفرق يعني شويه. هجيب بقى من باليت ماك الرموش الطويله شويه وعلى اخف كده شويه، وهبتدي ازود بيها الديل هنا كده شويه عشان تسحب عيني. هتسيبها بقى انت ما تيجي واخد الحقنة بالمرة. انا حسيتها بقت كثيفه من هنا وبقت خفيفه من هنا. لا انا بصور.
يعني اهو حسيتها، بصي بقت كثيفه من هنا كده وخفيفه من هنا، لا مش بس هي خفيفة على ستيل فكرة، حلوه. هي فيه كلها حلوة كده طبيعية اه يعني، فاهمة؟ حلو الفرق بين العينين. بس استني كده. طيب أجيب مني. اوكي يا حلوين، انا عملت العين دي معاكم ووريتكم بالخطوات بنعملها ازاي ستيب باي ستيب حرفيا. اعمل بقى العين التانية اوت اوف كاميرا واوريكم الفاينل لوك بتاعها، بجد هتنبهروا قوي. بصوا كده يا جماعه الجمال ده، بجد حاجه يعني زي المسكره بالظبط، ده باين كاني حاطه مسكره. بصوا كده الشكل كمان بتاعها تحفه قوي بجد. يعني تقعد، تخيلوا نبقى كده لمده اسبوع، 10 ايام بالكتير. يعني الناس اللي بيبقى عندها حساسيه تقدر ان هي تستحملها 5 ايام اسبوع. يعني لكن لو انتي شخص عادي خالص، ما عندكيش حساسية، ما عندكيش مشاكل، ما بتتشككيش، الكلام ده كله تقعد معاكي بالظبط 10 ايام. فبجد يعني تحفة قوي الحوار اللاشز ده. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبحبكم جدا، وانتظروني في الفيديوز كتير الجاية. باي.